عليك يا حبيبي يا رسول الله. طبعا اليومين البسلة، طبعا أنا أول مرة أجيب البسلة. كل سنة وأنتم طيبين. يلا بينا مع بعضينا نطبخ بقى النهاردة بسلة، ويلا من مطبخ مجيدة نشوف مجيدة بقى هتطبخ لنا البسلة دي ازاي النهاردة. وكل سنة وانتم طيبين، يعود عليكم الأيام بخير. طبعا أنا مسكتها فصصتها، آه وجبت جزراية، هحط على الكيلو جزراية واحدة عشان مش بحبها معسلة قوي. ويلا بينا كده نشوف من مطبخ مجيدة النهاردة هنعمل ايه بقى. سمي الله كده ونشوف هنعمل ايه النهاردة. ما تنسونيش بقى باللايكات تفعيل الجرس عشان اعمل لكم كل جديد. طبعا انا جبت بصلايه كبيره خرطتها، احط عليها معلقتين سمنه واقلبها. طبعا لا مش هحمر البصله كتير يعني، هخليها كده مصفرة بس كده عشان انا مش بحب البصله متحمره، عشان طبعا ايه ما تتصدش على الصدر وكده. معانا هنا بقى ايه كيلو الا ربع طماطم يا دوبك على الكيلو عشان ما تبقاش تقيله قوي. هنا بقى معايا البصله، بصوا داخله على صفار هنا كده. هننزل بقى، انا كنت معايا نص كيلو لحمه، جاي ربع كيلو لحمه جايباه و... وسلقاه. فطبعا ايه عشان انتوا عارفين اللحمه بتغيب في السوا، فبسلقها الاول واجيبها، واروح طبعا لما احمر البصل احطها عليها وشربتها بخليها ازقي بيها بدل الميه. هشوح بقى البصله كده مع اللحمه تشويحه جميله كده. وطبعا ألف هنا وشفا على اللي هياكل، ونسموا الله كده ونصلوا على رسول الله كده، وربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ان شاء الله. يا رب كده تكون النهارده بقى طبختي كده تعجبكم، سهله جدا. طبعا بعد ما شوحنا اللحمه بالبصله هنزل البزله بقى على ايه، على البصله وعلى اللحمه، وافضل اشوح فيها كده لحد ما ايه اشوحها كويس. تمام، يا رب كده يكون طريقتي في البسله تعجبكم ان شاء الله. اقلب اقلب بقى كده. بعد كده طبعا انا ايه معايا كيلو ربع طماطم، ضربته في الخلاط وصفيته. هنزل عليها بقى على البسلة بالطماطم. حطيت طبعا فلفل وواحدة ماجي قبل ما انزل بالطماطم. ويلا بقى ايه نقلب كده وننزل بقى بالطماطم بعد ما اقلب بقى البهار في البسلة. هننزل بقى ايه، انا مش بحب الجزر كتير، بحب خفيف عشان انتوا عارفين الجزر بيحلون البسلة. معلش انا صوتي تعبني، انا عندي برد والله، بقالي كام يوم عندي برد. دعواتكم كده ربنا يشفيني ويعافيني يا رب. هنا بقى بعد ما شوحنا بقى اللحمة مع البسلة ننزل بقى بالطماطم. بص الطماطم وجمالها، حمرا حمرا جميلة جدا. نقلب بقى كده ونسيبها ايه تاخد وتدي مع بعضيها. نغطيها بقى ونسيبها كده لحد ايه ما تتسبك مع بعضيها. والشوربة دي طبعا هخليها اسقي بيها اللحمة عشان تدي طعم حلو، كأنك انت ايه حاطة اللحمة ما سلقتهاش. بصوا هنا، بصوا هنا طبعا هي عمالة تغلي، بقلب فيها جميلة أوي أوي. هاسيبها بقى لما تتسبك خالص. يلا بينا بقى هنا ايه نعمل شوية رز كده مع بعضينا بالشعرية. جبت حلة بقى، واحط فيها معلقتين سمنة، واحط فيها نص كوباية شعرية على كوبايتين رز. احمر بقى الشعرية كويس مع بعضينا واحدة واحدة كده. احمر بقى الشعرية كده كويس، ما مش بحب اغمق الشعرية يعني. بصوا هنا بقى هنا بصوا البسلة سايباها كده ايه على الهاني كده تتسبك. لما اتسبكت بقى رحت نازلة عليها بالشوربة. طبعا الشوربة بتديها طعم ايه، وهي كانت صراحة عسل عسل عسل. ألف هنا وشفا على اللي هياكل، وربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم. وما تنسوناش باللايكات كده يعني ربنا يكرم اللي بيكرم يا رب، ويفرج على اللي بيفرج الناس يا رب. هنا طبعا بصوا بقى المكرونة داخلة بقى ايه كده على تحميرة، مش عايزاها غامقة، عايزاها حلوة يعني كده عشان ما تغمقليش الرز. تمام، طبعا انا غسلت كوبايتين رز. اما تتحمر بقى المكرونة. بصوا هنا بقى لون المكرونة تحفة، جميلة جدا. قولوا لي ايه رأيكم بقى في طبيخ مجيدة، بيعجبكم ولا مش بيعجبكم؟ تردوا عليا وتقولوا لي.
طريقتكم في إيه يعني إن أنتم بتعجبكم حاجتي والّا مش بتعجبكم؟ قولوا لي برضه. يا ربي، رب استرها وافرجي علينا آمين يا رب العالمين. فُك كرب إخواتنا الفلسطينيين يا رب، يا رب فُك كربهم يا رب، واشفي مرضاهم وارحم موتاهم يا رب، وارحم أمي وأبويا يا رب. بُص هنا بقى المكرونة تحفة بجد، بجد، بجد لونها جميل. نزّلت الرز وهاقلّب بقى كده، قلّبي بقى الرز، شوّحي بقى في الرز كده لمّا يشرب المَيّة اللي فيه كده يبقى متشوّح وجميل. هنا معايا نُص معلقة ملح، معايا نُص معلقة ماجي بودرة وطعمها جميل، الماجي البودرة دي. هتقلّبي بقى دوقي الرز كده بمعلقة نُص معلقة ماجي كده بيدّي طعم خطير للرز. طبعًا هنا بقى أنا هانزل بالمَيّة، أنا مش باعمل له مقدار المَيّة، أنا باعرف إن أنا باعمل الرز إزاي يعني. يعني أنا عاملة أيوه كوبايتين رز بس مش باعاير المَيّة، باحط المَيّة كده بالبركة يعني. هاقلّب بقى الرز كده طبعًا واسيبه بقى طبعًا أنا هاحط له كمان شوية مَيّة، وهاسيب الرز بقى يستوى مع نفسه كده، وأول ما ييجي يشرب المَيّة هاوطّي عليه واسيبه. بُصّوا هنا البسلة طبعًا تحفة، 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 ولونها جميل بس أنتم عارفين الكاميرا بقى. الصلصة حمرا ما شاء الله عليها يعني. الطماطم اليومين دول بسم الله ما شاء الله حمرا دم. أنتم عارفين إحنا في الشتا وأكل الشتا بيبقى مسكّر، والبسلة عسل، 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 مسكّرة أوي، 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 أوي. ألف هنا وشفا على اللي هياكل، ربنا يحسن ما بين إيدينا وإيديكم يا رب. شوفوا الجمال والحلاوة، بُصّوا تحفة بجد، بجد. يالّا بينا بقى هنا نشوف البسلة. هنا بقى في تَكّة حطيتها بتخلّي البسلة في حتّة تانية خالص. فصين توم كده تخرّطيهم وتروحي رامياهم على البسلة، بيخلّي البسلة في حتّة تانية بجد والله. بتطعّمها وبتخلّيها طعمها جميل وريحتها جميلة أوي. بُصّوا لون الصلصة عامل إزاي، بسم الله ما شاء الله على الجمال وعلى الحلاوة. يالّا بينا بقى كده بعد ما تغلي شوية كده نغرف بقى. بُصّوا هنا بقى البسلة عاملة إزاي، حطّي بقى الرز كده في الشتا وكُلي بقى بسلة برز في الشتا. الطبيخ في الشتا بيبقى ليه طعم تاني. يا رب كده أكون نلت إعجابكم بطريقتي، وما تنسونيش باللايكات، تفعيل الجرس عشان أعمل لكم كل جديد. إخواتي وحبايبي، وربنا يخليكم ليا يا رب كده وما أتحرم منكم أبدًا يا رب، ويجعلكم سند ليا كده يا رب كده وكل اللي دخل قناتي جديد ما اتحرمش منه، وكل اللي بيعلق لي ويعمل لي لايك ربنا يخليه ما اتحرم منه أبدًا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.